سليمان نجم النادي الاهلي والمهاره والموهبه الحقيقيه اللي موجوده في فريق النادي الاهلي حاليا. ضربات جزاء في منتهى الدقه والاتقان والمهاره والحرفنه، حتى الضربات الحره اللي من خارج منطقه ال 18 تحس ان هي ضربه جزاء مع وليد سليمان. وليد سليمان نجم بمعنى الكلمه، حتى في المهاره الفرديه والمراوغه تحس ان هو من جيل العظماء، وامتداد لابو تريكه وبركات واللعيبه المهاريه، بيمينه شغال بشماله شغال، حتى الكوره لو جت على هده هتلاقيه في منتهى الحرفنه بيحطها جوه المرمى. فعلا وليد سليمان لازم نتكلم عليه في كوره زي دي، لما يمتصها على صدره كده قبل ما تنزل على الارض تلاقيها جوه الجون من زاويه ضيقه ومختومه بالشمع الاحمر زي ما بيقولوا. تحس ان فعلا دي المهاره اللي تفرق لعيب عن لعيب موهوب ولعيب مصنوع. فعلا وليد سليمان من اللعيبه فعلا الموهوبه بجد، موهوب فعلا، لانه مستواه ثابت مع جميع الفرق اللي لعب فيها، سواء فرق في منتصف الجدول او فرق المقدمه. واللي بيفرق لعيب كوره عن لعيب تاني هو ثبات المستوى. لما تلاقي لعيب مستواه ثابت مع جميع الفرق اللي لعب ليها يبقى فعلا ده لعيب كوره بجد ويستحق يبقى افضل لاعب في النادي. ده يا جماعه وليد سليمان مفتاح من اهم مفاتيح لعب النادي الاهلي، هو وطبعا وعلي معلول، والاثنين من اهم مفاتيح لعب النادي الاهلي. وقبل ما اكمل كلامي على الاثنين، اللي مش مشترك في القناه يتفضل اشترك ويفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ادعمني بلايك، لان الحرب اللي جايه هتبقى على الاسماء اللي بقول لحضرتك عليها دي، هيبقى على علي معلول وحمدي فتحي وديانج والسوليه واليو بادجي مش بعيد يخش في اللعبه. واهم من كل ده المدير الفني للنادي الاهلي فايرال، لان السيد تركي آل شيخ قرر بالعربي كده انه يفرغ النادي الاهلي من اي عناصر جيده تكون موجوده فيه، انتقاما من كابتن محمود الخطيب اللي اقاله من الرئاسه الشرفيه للنادي الاهلي. والموضوع ده مأثر جامد مع السيد تركي آل شيخ، حتى لو هيصرف فلوسه كلها، وده بدليل انه مجند الساده الاعلاميين كلهم لصالحه لتمجيد اي عمل يعمله حتى لو كان غلط، والتقليل من شأن النادي الاهلي في اي تصرف يعمله حتى لو كان صح. بدليل مهيب وسيف زاهر وابراهيم فايق وميدو واسلام ومحمد فاروق، وحتى ضيوفهم رضا عبد العال وابراهيم سعيد ومجدي عبد الغني ومصطفى يونس. اهم حاجه ان انت تهاجم النادي الاهلي وتقلل منه وبس، عشان الخطه تمشي زي ما هم عايزين. بس انا بطمن جماهير النادي الاهلي وبقول لهم النادي الاهلي نادي غني بالموارد الماديه والموارد البشريه، وعنده قطاع ناشئين على اعلى مستوى. لعيب يمشي هيجي مكانه 10 سواء من الناشئين او سواء بالفلوس، بس ما ينفعش ادي لعيب 40 وادي لعيب تاني 10، ما حافظش على لعيب وابوظ بقيه الفريق. ده سياسه النادي الاهلي اللي المفروض الكل يكون فاهمها، عشان لو الكل فهم كده ما حدش هيهاجم النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيحافظ على الفريق كله، لان كره القدم لعبه جماعيه وليست لعبه فرديه. حبيت انهي الفيديو بالقطات للنجم علي معلول، مفتاح من اهم مفاتيح لعب النادي الاهلي، واللي بيلعب بروح قتاليه وروح انتماء غير عاديه، كما لو انه متربي في النادي الاهلي ومن ناشئين النادي الاهلي، غير لعيبه كتير كانت اتربت في النادي الاهلي وما ظهرش عليها الروح ده ولا الانتماء دي ولا الغيره للتيشيرت والنادي والجماهير النادي زي علي معلول. شكرا علي معلول.